اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة بقى هنعمل البرجر مع بعض اللي ولادك بيجروا يشتروه من بره، ولكن طبعا مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيها كان لازم نعمله في البيت، بس نعمله بطريقة المطاعم. هنعمل بقى شوية برجر على أصوله بجد زي المطاعم بالظبط وأكتر كمان. إزاي البرجر يكون متماسك معانا ومش ناشف وجوسي؟ يلا بينا نسمي الله وندخل في طريقة التحضير على طول. عندي كيلو من اللحمة المفرومة، ولازم تكون ملبسة، يعني ما ينفعش تكون حمرة صافي، يعني يكون فيها نسبة دهون حوالي 25%. هننزل على كيلو المفروم بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة ونص صغيرين من الفلفل الأسود، معلقتين كبار من البقسماط اللي بنعمل بيه البانيه. البقسماط طبعا بيخلي البرجر متماسك عندي. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من بهارات البرجر، ودي طبعا هتلاقيها متوفرة عند العطار. هنركن بقى الطبق ده على جنب ونحضر سر خلطة البرجر مع بعض. هنجيب طبق هننزل فيه بمعلقتين كبار من الطحينة، وعلى فكرة أنا عملتها معاكو وبصراحة كانت تحفة. ادخلوا على الصفحة هتلاقوها. هننزل على الطحينة دي ببياض بيضة واحد. البياض بيخلي عجينة البرجر متماسكة وما بتكشش. عليهم كيس من البيكنج باودر، ونديهم تقليبة كويس جدا جدا مع بعض. هنجيب الطبق بتاعنا وننزل بالخليط اللي عملناه ده على اللحمة المفرومة بتاعتنا. هنبدأ نعجن بقى البرجر ده عجنة محترمة بكف ايدينا كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة كلها تجانست مع بعضها وريحتها رهيبة والله يا جماعة. هندخلها التلاجة بقى لمدة 10 دقايق ونبدأ نشكلها مع بعض. عندي هنا قالب تشكيل البرجر، هتلاقيه موجود في محلات الأدوات المنزلية، أو غطا برطمان بلاستيك لو ما عندكيش قالب التشكيل، علشان مفيش حاجة تعطلنا. هجيب الكيس البلاستيك وأقطعه زي ما انتوا شايفين وأحطهم في قالب التشكيل. بعد كده هجيب كورة من البرجر وأكورها زي ما انتوا شايفين، وأبدأ أنزل في قالب التشكيل وأحط عليهم كيس تاني من فوق، وابدأ اضغط عليهم علشان تديني شكل البرجر الجميل. ودي كل كمية البرجر اللي عندي كلها. تعالوا بقى نسويه مع بعض. عندي هنا الجريل اللي هسوي عليه قطع البرجر. الله الله انا جحت والله. وهسيب طبعا البرجر ياخد سواه من تحت الاول قبل ما اقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. جبت بقى عيش الجيزر الجميل بتاعي ودهنته بالمايونيز. بعد كده نحط فيه كام شريحة طماطم وكابوتشا، ونحط شريحة البرجر، ونحط فوقها قطعة الجبنة. طبعا تشكيل السندوتش نفسه ده حسب ذوقكم الشخصي. ودي السندوتشات بعد ما خلصتها والله حبايبي لو جبناها من بره هندفع فيها مبالغ كبيرة جدا جدا، وانتم طبعا عارفين الاسعار بره عاملة ازاي. سندوتشات جميلة جدا جدا والبرجر مخدوم وفعلا هيعجبكم جدا جدا. اعملوا البرجر في البيت انضف واحسن وطعمه بجد خطير جدا. بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى اللايكات الجميلة والشير علشان الكل يستفيد. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.